يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي، وجدا جدا 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 من الرواية اللي فاتت. وجايه لكم النهارده برواية جديدة بقلم الكاتبة المبدعة المتميزة المتألقة فريدة الحلواني. بس قبل ما نبدأ النهارده أول حلقتنا، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نصلي كلنا على رسول الله في التعليقات عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف أول حلقتنا بتقول إيه. في اسم الشرطة، العساكر داخلين وفي إيديهم مجرمين متكلبشين، رغم إن عددهم كبير إلا إن العساكر كانوا حاكمين عليهم بقوة. وفي قدامهم 2 من الضباط، واحد منهم ماسك شوية ورق بيراجعها بتركيز، وهو بيقول لزميله بفخر: الحمد لله المأمورية عدت أسهل ما كنا نتخيل. رد عليه التاني: يا ابني احنا نازلين مع سالم الشريف اللي عمر ما في حاجة فلتت من تحت ايده. رد التاني بإعجاب، عشان قبل ما يتحرك من مكانه بيكون عامل تحريات مظبوطة ورسم خطة ما تخرش المية. كان ماشي قدامهم بكل هيبة وهو بيقول بأمر: نزله مع التخشيبة وخلص وتعالى عايزك. حط ايده فوق مقبض باب مكتبه ودخل لجوه، خلع الجاكيت بتاعه ورماه فوق الكرسي وشمر كم قميصه وهو بيرمي جسمه فوق الكرسي. اتنهد بإرهاق وقلب عينه بملل بعد ما شاف حد داخله وقال بغرور: باشا البلد، الله ينور يا ريس. ولع سيجارة ونفخ دخانها وقال: اخلص يا سعيد، بلاش الفرح بتاع كل مرة ده. ضحك سعيد، هو واحد من الضباط اللي بيشتغلوا معاه، لكنه كان أقل رتبة منه وقال: ما هو لازم أعمل فرح، ده انت مفيش قضية بتروح من ايدك يا باشا. بصله بغيظ وهزار وقال: كل عوز برب الفلق، عينك يا برحم أمي بقى. ضحك سعيد وقال: خلاص خلاص مش هتكلم، المهم هتروح دلوقتي ولا ايه؟ انت مطبق من امبارح. ساعة كده وامشي، اقفل بس المحضر عشان الأوراق كلها تبقى جاهزة. تمام، وانا هخلص اللي ورايا وهاجي معاك. مثل عدم الفهم وقال: تيجي معايا فين؟ انت ساكن بعيد عني اصلا. لا، ما انا جاي معاك البيت. الحاجة كانت بتكلمني عشان فونك مقفول وقالت لي عاملة كوارع، وانت عارف اللي فيها بقى يا حبيب اخوك. رمى الولعة وقال بغيظ وهزار: ابو تقل دمك يا جدع. وفي مكان بعيد كل البعد عن محافظة الاسكندرية اللي ساكن فيها بطلنا، كانت المجنونة بتملى الدنيا نواح مزيف وهي قاعدة جوه الحرم الجامعي. بصت لها صاحبتها المقربة وقالت بغيظ: يا بنتي تهدي بقى، كل مرة تعملي كده وفي الاخر بتطلعي الاولى. جزت سمر على اسنانها بغيظ وقالت: اهركم ده اللي جابني ورا، في 3 أسئلة كاملين ما حلتهمش. بصت لها رانيا وقالت بشك اقرب للتأكيد: والله سبتيهم خالص يعني؟ زغت بعينها يمين وشمال: مش قوي يعني، كتبت اي حاجة وخلاص. كانت لسه هترد عليها لكن كملت بسرعة زي عادتها: تعالي بقى ناكل اي حاجة عشان هدى اعصابي بقى. نفسي اعرف بتودي الاكل ده كله فين؟ انتي بتزعلي بتاكلي، بتفرحي بتاكلي، عايزه تغيري مودك برضو بتاكلي، ويا ريت بيبان عليكي. اهو ده الحقد بعينه. يلا يا زفت، انا عيطت كتير ومحتاجه احسن نفسيتي. وقفت معاها ومشوا سوا لبره الجامعه. سالتها رانيا بجديه: مامتك لسه ما اتصلتش؟ ردت بحزن وهي بتقول: لا، مع ان ميعادها كان امبارح، مش عارفه اتاخرت ليه، ده عمرها ما حصلت، وللاسف مش عارفه اتصل بيها وده هيجنني. ما هي لو مش عارفه انك هبله ما كانتش جابت لك خط استقبال بس. طب والله ما كنت هتصل، اصلا انت عارفه انها جابت لي الفون ده من ورا اهل بابا عشان تقدر تطمن عليا في اي وقت. لا، كنت هتتصلي كل شويه وفي اي وقت يا سمر. مامتك خايفه عليكي، ممكن حد يدخل وانت بتكلميها، ولو عارف انكم على تواصل مع بعض هيخربوا الدنيا. سمر بحزن: عندك حق، اخر مره طلبت من جده ان انا اشوفها عمي ضربني ومنعني من الجامعه 2 أسبوع. صحيح عملت ايه في ابن عمك البارد ده اللي مصمم يتجوزك؟ ولا اي حاجه. امبارح لما قفلت معاكي وقلت لك هحكي لك لما اشوفك، بعدها امه جت لي الاوضه وحرقت دمي بكلمتين، وفي الاخر قالت لي اعملي حسابك ان فرحك على عزت في اجازه نص السنه. يا لهوي، وهتعملي ايه يا سمر؟ هتتجوزيه؟ انت هبله، اتجوز مين؟ ده انا الموت عندي ارحم، ده واحد متجوز وعنده 3 بنات، قال ايه عايز ولد وانا بنت عمه وهو اولى بيا. اللي مش قادره افهمه
ازاي جدك موافق على التخلف ده مع انه بيحبك جدا؟ بيحبني عشان انا بنت ابنه اللي مات وما خلفش غيري، بس في نفس الوقت مش عايز كل الاملاك اللي بابا الله يرحمه كتبها باسمي تروح لواحد غريب. مش كفايه انهم اصلا عايشين في خير ابوكي وبيذلوكي على المصروف، سرقوا فلوسك وكمان عايزين يسرقوا حياتك. نرجع لاسكندريه، بالتحديد جوه شقه العقيد سالم الشريف، نلاقي والدته بتستقبله بحنان كانه غايب من شهر مش من يومين بس. تعالى يا حبيبي، الحمد لله على السلامه، كده برضو تليفونك يتقفل وتوجع قلبي عليك؟ بس كفها باحترام وقال حقك عليا يا حاجه، فصل مني ونسيت اشحنه. سعيد من وراه انا هنا يا سوسو، ولا انت مش بتشوفي حد غير سالم بيه وخلاص؟ بص له بغضب وقال ما تلم نفس امك بقى وبطل تقول سوسو دي يا بغل انت. اتجه سعيد بسرعه يقف ورا اللي بتضحك وقلب شجاعه مزيفه بعد ما استخبى فيها. ما هي زي امي يا جدع، مالكش دعوه بقى، ادلعها زي ما انا عايز. كان لسه هيهجم عليه فصرخت سعاد بس اللي يشوفكم بتتنقروا كده ما يقولش واحد عنده 40 سنه والتاني 34. قلب سالم عينه بملل ودخل لجوه وهو بيقول طيب يا سوسو انا هطلع بقى اخد دش وغير على ما تجهزي الاكل. سعاد بغيظ ايوه اهرب زي العاده. سعيد بخبز يهرب من ايه بس يا حاجه؟ بيهرب عشان عارف ان هكلمه في حكايه الجواز. نفسي اشوف له عيل قبل ما اموت يا ابني، اللي زي عياله بقى طوله وهو مش في دماغه. يمكن معمول له عمل يا سوسو، لازم نشوف شيخ. عرفت انه بيتريق عليها، زقته بقوه في صدره وقالت بغضب شيخ؟ طب غور بقى، ما انت شبهه، يعني انت نغه، ما انت عانس برضه. دخلت المطبخ عشان تحضر الاكل، وسعت عينه بصدمه وهو بيقول عانس؟ انا عانس يا سعاد؟ ما خدش منها رد، لكن سمع دعاء نازله من فوق السلم وهي بتضحك بقوه. وصلت قدامه وقالت احمد ربنا انها ما قالتش باير، وانا جاي اطفح ولا اتهزق. رفعت صباحها الاتنين وقالت بشماته الاتنين. بص لها بمكر وقال طب بدل ما تبهدلني انا والباشا اللي طلع وسابني في وش المدفع، تشوفك انت يا اختي. دعاء بغيظ وانا مالي بقى، ان شاء الله متجوزه ومعايا بنوته زي القمر، كل ده جميل، بس هبله وسايبه جوزك يدور على حل شعره لحد ما هيدخل عليك بضره. بصت له بغيظ وقالت بدفاع طبعا لا استحاله يحصل، انا بثق في محمد جدا وهو استحاله يخوني ولا يبص لغيري. لو ساعد بقه يمين وشمال في حركه نسائيه وقال خليكي هبله كده يا بنت، افهمي واسمعي مني، احنا الرجاله لما بيتساب لنا كده الحبل على الغارب لازم نلعب بديلنا. قبل ما ترد عليه لقت اخوها الحبيب بيمسكه من ليات قميصه وكانه قبض على حرامي متلبس وهو بيقول بجنون يا ابني تهدي بقى، انت جاي تولع الدنيا، ما تسيب البت في حالها، مش بوعيها الحق عليا. وفر نصايحك، هي بتحبه وبتثق فيه، مالكش فيه انت بقى. وصلت بطلتنا لبيت العيله الكبير اللي في قريه من القرى الريفيه، لقت عزت مستنيها بوش مكشر. حاولت تتخطاه من غير ما توجه له اي كلام الا انه قطع عليها الطريق وقال بغضب يا بنت المصراويه متكبره ترمي السلام؟ قلت لك مليون مره ما تقوليش الكلمه دي تاني، سامع؟ انا ليا اسم. انا اول مره اشوف واحده مستعريه من اهلها. اخرس قطع لسانك، امي دي تاج فوق راسي واتشرف بيها طول عمري. شدها من شعرها بعد ما شاف جده وابوه وستات البيت متجهين ليهم وقال بكذب انت ليكي عين تعلي صوتك عليا يا فجره، كل ده عشان بقولك اتاخرتي ليه؟ صرخت من شده الالم وقالت مراته بغل مش بنت المصراويه اللي خطفت الراجل من بيت عمه، اقلب القدر على فمها تطلع البت لامها. سيبها يا عزت. بص في ساعه ايده وكمل متاخره ربع ساعه، بس يمكن الطريق كان واقف. صرخت بحزن من بين عياطها انا اصلا جايه في ميعادي بالدقيقه يا جدو، هو اللي وقف في وشي وفضل يغلط فيا وفي امي. عوض ابو عزت كمان هتتبلي على جوزك ونعم التربيه. صرخت بجنون على جثتي لو ده حصل منكم لله. وبعدها طلعت على اوضتها. قالت ام عزت بغل البت عيارها فلت وابتدى علينا عينك. بصت للجد وكملت بخبز انا من رايي تعجل بالجواز يابا. يعني ايه ياما؟ يعني البت داخله طالعه لحالها يا قلب امك، ما تضمنش ممكن تطفش او حد من العيال اللي معاها في الكليه يميل دماغها، مش بعيد تهرب معاه وتتجوزه، ساعتها هيلها في كل حاجه في كرشه. بص الجد بغضب كبير وقال على جثتي لو ده حصل
ده انا ادفنها حيه. وفي بيت من نفس القريه كانت هويدا بتتحرك بصعوبه ناحيه الزريبه عشان تنظفها رغم مرضها الشديد، الا انها عارفه كويس ان ام جوزها مش هترحمها. مالك يا هويدا ماشيه تجري رجلك كده ليه؟ كان عليهم شوالين ملح. ردت عليها بتعب واضح. حقك عليا يما، البرد بس متقل جسمي. بنتي يا بسمه، اطلعي شقه اخوكي شوفي لها اي برشام مسكن من اللي ابوكي جابه امبارح، وبالمره هاتيلي الجلابيه الزرقاء عشان البسها. بصت لها هويدا بقهر وما قدرتش انها تنطق بحرف. اتعودت انها تستبيح شقتها وتفتح دولابها وتاخد كل اللي يعجبها من غير ما تكلف نفسها وتقول لها. ما تقدرش حتى انها تشتكي لجوزها المغترب. اذا فكرت انها تنطق بحرف على اهله بيسمعها اللي ما بيرضيش ربنا، وهي مسكينه حرفيا عايشه زي ما بيقولوا كده بلقمتها، ملهاش اي مطالب. حتى المرض ما تقدرش تروح للدكتور اذا حست بيه، وامه ما بترحمهاش. جوه شقه من الشقق الراقيه بدات هند ترجع لوعيها بعد ما جالها غيبوبه سكر من امبارح. لقت جوزها الحبيب قاعد جنبها وعلى وشه اترسمت ملامح القلق الشديد عليها. رمشت بعينها اكتر من مره وانتفض وقال: اخيرا قلقتيني عليكي. حقك عليا. قبل ما تكمل كلامها حاولت تتحرك وهي بتقول بقلق كبير: البت سمر كنت ماسكه الفون عشان اتصل بيها بس وقعت وما درتش بالدنيا. اهدي حبيبتي اهدي، انت اغمى عليكي والحمد لله ان كان سامح هنا. اتصل بالست ساعات وطلبت لك الدكتور واتصلت بيا، وبعد ما فوت شويه الدكتور اداكي مهدئ. انت عارف يا عبدو انها بتستنى اتصالي بيها، انا منعها تتصل عشان ما حدش يشوف الفون ده معاها. اكيد هتعذرك، معلش اصبري لبكره وكلميها، زمانها دلوقتي روحت وما تضمنيش مين يكون معاها. منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ربنا يحرمهم من نور عينيهم زي ما حرموني من بنتي. طبطب على كتفها بحنان وقال: هانت يا حبيبتي، كلها سنتين واقل كمان وتكمل سن الرشد، ووقتها هجيبها تعيش معاكي على طول. وانت مفكر ان هم هيسيبوها كل ده؟ دي ناس خبيثه، ربنا يكفينا شرهم. بص لها بحيره وقال. قعدت في اوضتها تكلمه بكل حب، كان وحشها جدا. بقاله شهر مسافر في شغله مهم في بلد اجنبي. محمد السيد عبد اللطيف عنده 42 سنه، دكتور صيدلي شغال في واحده من اكبر شركات الادويه. وحشتني يا حبيبي، قابلها رده البارد. وانت كمان يا دودو، صوفيا عامله ايه؟ حست بقبضه قويه بتعتصر قلبها بعد ما سمعت النبره اللي ما فيهاش اي لهفه. صوفيا هتتجنن عليك يا محمد، طولت اول مره دي. اديها لك اكلمها. تكلمها دلوقتي؟ انت حتى ما سالتنيش عامله ايه، للدرجه دي ما بقتش فارقه معاك؟ فيها دعاء، هو انت بتتلككي عشان تتخانقي بدل ما تطمني عليا وعلى اخباري؟ عايزه انا احب فيكي؟ انت لا انانيه كده. انا انانيه يا محمد؟ هو انت مصدق نفسك بجد بعد كل اللي عملته علشانك وتحملته منك في الاخر تقولي كده؟ انت اشطر واحد يقلب الترابيزه، وانا حقيقي تعبت من اسلوبك ده. ما اهتمش بكل اللي قالته، مضطر اقفل معاكي عشان داخل اجتماع مهم. بوسيلي صوفيا وقولي لها بابي هيتصل بيكي كمان شويه. يلا سلام. قفل السكه في وشها من غير حتى ما يستنى يسمع رد السلام منها. اما هي فضلت قاعده مكانها بص قدامها بذهول. حبيبها اتغير تماما، عارفه انه اناني شويه، عاوز الكل يهتم بيه من غير ما يهتم هو بحد، وعنده حاجات كتير وحشه بتطنش عشان حبها الكبير ليه وعشان طيبتها وضعفها معاه. والسؤال هنا، لحد امتى هتفضل كده؟ بصراحه محدش عارف. حاولت تسيب شويه من شعرها يغطوا جنب وشها عشان تخبي اثار صوابع اتطبعت عليه، بس صاحبتها خدت بالها بسرعه وسالتها بخوف: اللي في وشك ده يا حبيبتي مين اللي يتشل في ايده اللي عمل فيكي كده؟ مرات عزت. هي ضربتك؟ اللي هيجي لها ضربه في قلبها. طب ليه؟ حكت لها اللي حصل من اول ما طلعت اوضتها وكملت بحزن: ما كملتش ساعه في اوضتي ولقيتها داخله عليا زي القضا المستعجل، هجمت عليا ومسكتني من وشي وفضلت تقولي ابعدي عن جوزي، لو اتجوزتيه هقتلك. وزي ما انت شايفه صوابعها علمت في خدي. يعني هي مش عارفه انك مش طايقاه اصلا ورافضه الجواز منه؟ هي بتستهبل دي ولا ايه؟ بتقولي بلاش شغل الكهنه ده يا بت بتاع المصراويه، تلاقيكي بتشتغلي في الخباثه وبتمثلي قدامنا. طب والله هي مصدقه اللي بتقوله ده؟ الوليه دي بجد؟
حلفت لها ان كل ده ما حصلش. قالت لي لو انت صادقه يبقى هربي وروحي لامك اسكندريه. يا سلام، طب ما انت عملتيها من 2 سنين وراحوا جابوكي بالعافيه ومحدش قدر يمنعهم. معرفش بقى يا رانيا، انا تعبت بجد، غير ان قلبي مقبوض، حاسه ان ماما فيها حاجه. كانت لسه هترد عليها لكن تليفونها السري رن. ردت بلهفه: ماما حبيبتي فيكي ايه؟ ما كلمتنيش ليه؟ طمنيني عليكي. اهدي يا قلب امك، حقك عليا غصب عني والله. مالك يا ماما؟ صوتك تعبان ليه؟ طمنيني بالله عليكي. اطمني يا حبيبتي، انا كويسه، شويه برد صغيرين. امبارح الكهرباء كانت قطعه طول اليوم وما جاتش غير النهارده الصبح، والفون كان فاصل شحن، عشان كده معرفتش اكلمك. سامحيني يا حبيبتي ولا يهمك. المهم انك بخير. عمو عبده عامل ايه؟ وسامح اخويا لسه مدوخك برضو؟ كلهم بيسلموا عليك يا حبيبتي، واخوك ربنا يهديه. كل ما نكلمه يعمل بالكلام يومين ويرجع تاني. يا حبيبتي ما ينفعش كده، ده في اولى ثانوي ولازم تشد عليه من دلوقتي علشان لما يوصل تالتة باذن الله يكون اتعود على انه يلتزم والقعده على الكتاب. حاضر يا نور عيني. المهم انت طمنين عليكي، صوتك مش عاجبني يا بنتي. عيطت سمر بقهر وحكت لها اللي حصل معاها امبارح، وحكت شويه مواقف حصلت معاها الفتره اللي فاتت. وبعد ما خلصت قالت بخوف: مش عارفه اعمل ايه يا ماما، انا خايفه قوي. بعد ما كان جده مقرر ان اتجوز بعد الجامعه شكلهم هيقنعوه يستعجل عشان ما هربش. احي يا بنتي، طب وبعدين؟ انا مش هقدر اشوفك بتضيعي مني واسكت. انت حاولت كتير يا ماما، رفعت قضيه وخسرتيها، سقط عليهم طوب الارض وما سمعوش كلام حد غير لما كنت بتيجي وبيطردوكي. منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ربنا ينتقم منهم. بحق حرقة قلب عليك يا بنتي، ما تعيطيش عشان خاطري. انا ان شاء الله ربنا هيقف معايا ومش هعمل اللي في دماغهم ده مهما حصل. كان بيلعب مع بنت اخته اللي عندها 6 سنين، لمح دعاء جاي عليهم بوش حزين رغم الابتسامة اللي حاولت ترسمها. عض شفايفه عشان يكتم غيظه، خصوصا ان البنت الصغيرة كانت معاهم. اما هي خدت بالها بس اتجاهلته بالعند رغم ان جواها كان مليان خوف منه. قعدت قدامه وقالت: اليوم اللي بتاخده اجازة بتقضي كله مع صوفيا. ضم الطفلة بحنان وقال: هو في احلى من صوفيا حبيبة خالها؟ امال عايزين اقعد في وشك اللي يقطع الخمرة من البيت ده، ولا في وش امك اللي ما عندهاش غير سيرة الجواز؟ لسوء حظه جت عليه امه بعد ما كانت بتجهز الاكل وسمعت اخر جملة قالها. بصت له بغضب وقالت بغيظ: ما انا لو عرفت اربيك ما كنتش قلت كده. يبقى مشكلتك مش مشكلتي. شوفي كنت مشغولة في ايه ونسيت تربيني. شوفي الواد وقلة ادبه. خلاص يا سيادة العقيد وروح اتجوز، يمكن تلاقي اللي تلمك. اصطبحي على الصبح يا سعاد وقومي حضري لي لقمة كلها قبل ما انزل كده على ما اغير هدومي. احنا العصر يا حلت امك. الهي يوعدك باللي تطلع عينك وتخليك تمشي تكلم نفسك. خد هنا يا واد، انت مش اجازة النهاردة؟ مين دي اللي تخلي سالم الشريف يكلم نفسه؟ انا اساسا ما اتجوزتش لحد دلوقتي عشان ما لقيتش اللي تستاهلني يا حاجة. انا ما عنديش اجازات، انا كنت مريح شوية واديني رايح الشغل وسايبها لك مخدرة. طلع على السلم وهو بيقول بكد: خلاص يا وليه جعان. كانت لسه هتمشي وراه عشان تكمل خناقاتها المعتادة بينهم، لكن دعاء مسكتها وهي بتقول: اهدي يا ماما، بلاش تخليه يعصبك، ما انت عارفة لسانه متبري منه. إلهي يوعدك باللي تجيب لي حقي منك. إلهي تقع في واحدة مجنونة تخليك تشد في شعرك يا ابن بطني. خد من قلبي واقبل يا رب. اجتمعوا الخبثة اللي ما عندهمش شفقة جوه قلوبهم الحجر. اتكلم عزت بغل: وبعدين يا جدي، البت محدش قادر عليها، صممت تروح المدعوة بتاعتها وانت وافقت. بتمتحن يا ابني، خليها بس تخلص كده بدل ما تسقط وتعيد السنة، ساعتها جوازك منها هيتأجل. أم عزت بخبث: وقالي خلينا نصبر 2 كمان يا حاج، الواد بيكبر ونفسي اشوف له حتة واد كده يشيل اسمه. ومن سمعك يا سعدية، ده هو الواد الحيلة في العيلة. أبو سمر الله يرحمه خلفها ومات، وشفيه خلفته كلها بنات، وهي كل واحدة في بيتها ملهية مع جوزها، ولو ما كانش ربنا كرمه بعزت كان نسل العيلة اتقطع. شفيق بخبث: يبقى نعجل بجوازهم يابا، ولو على العلام تكمل وهي في بيتها، لا هي أول واحدة تعمل كده ولا آخر واحدة.
خايف ابنك يقعدها، وانا وعدتها يا ابني، دي بنت الغالي. رد عزت بسرعة وكسب. وغلاوتك عندي يا جدي، لا خليها تكمل لحد الاخر. وافق انت بس، خلينا اجيب لك حفيد ولا 2 يشيلوا اسمك. ماشي يا ابني، هاخد منك كلمة راجل. خدها مني انا يابا. ها، هنعمل الفرح والدخلة الجمعة الجاية، ايه رأيك؟ بسرعة كده يا ابني، خير البر عجله يا حاج، خلينا نفرح بخلفتهم. كانت مرات عزت بتسمع كل اللي بيتقال وهي مستخبية في ركن. حست بنار بتحرق قلبها، بصت قدامها وقالت بغل: قسما بالله وحياة بناتي، اللي مش عاجبك خلفتهم لكن قتلاها. مش هسيبها على وش الدنيا يوم واحد، ولا هستنى انها تاخد ابو عيالي مني. راحت سعاد تطمن على جارتها الحبيبة هند، او ام سامح زي ما بيقولوا عليها، وبعد ما رحبت بيها قالت: الحمد لله، شكلك احسن النهارده. ده الواد يا حبة عيني جرى عليا ووشه اصفر زي الليمونه لما شافك مرميه في الارض. والله يا حاجه ما حسيت بنفسي، مش عارفه ايه اللي جرالي. انت مهمله في نفسك يا هند، مش مهتمه بعلاجك. الا السكر يا بنتي، لو ما كانش سامح معاكي كان ممكن لا قدر الله تروحي فيها. خافي على نفسك، لو مش عشانك عشان عيالك اللي محتاجين لك، خصوصا الغاليه. ربنا يردها لك يا رب. امتى بس يا حاجه وازاي؟ دول عايزين يتجوزوها ابن عمها اللي اساسا متجوز وعنده 3 بنات، وانا عاجزه ومش قادره انقذها من ايديهم. يا مصيبتي، منهم لله، لازم تمنعيهم يا هند، حرام كده. اعمل ايه طيب؟ دبريني، ما هو على يدك كل حاجه. البت تقول المأذون مش موافقه، وقتها مش هيرضى يكتب الكتاب. تفتكري اصلا هيخلوها تنزل للمأذون؟ ده مش بعيد يمضوا مكانها. ربنا على الظالم والمفتري. معلش يا بنتي، صلي وادعي ربنا، وهو قادر يغير الحال في لحظة. قاعد في مكتبه وهو بيتابع شغله بتركيز، دخل عليه سعيد. ها يا باشا، قدرت توصل لحاجة؟ طفى السيجارة اللي خلصت في ايده من غير ما يلاحظ من كتر تركيزه، وولع غيرها وقال: في حالة ناقصة يا سعيد، التحريات دي مش دقيقة. ازاي؟ طب ايه اللي ناقص؟ وانا بنفسي هكمله. احنا عرفنا الطريقة اللي بينفذوا بيها جرايمهم والأماكن اللي بيترددوا عليها، بس فاضل أهم حاجة، المخزن يا سعيد. لو ما قدرناش نوصل له يبقى كل اللي عملناه في شهرين ضاع في الهوا. إن شاء الله تعبنا مش هيروح على الفاضي. أنا بنفسي هعمل التحريات وهجيب لك المكان، ما تقلقش. المهم، الحاجة عاملة غدا ايه النهاردة؟ ما عندناش، أكلنا جبنة قديمة بالطماطم. اتهدي بقى وبطل طفح. خلصت محاضرات اليوم وطلعت سمر وصاحبتها سوا بإرهاق. اوف، اخيرا خلص اليوم، انا تعبت بجد، ويا ريتني هرجع البيت عشان ارتاح. امال رايحه فين؟ لا، ده انت دماغك مش فيكي خالص. مش قلتلك يا بنتي بابا هيعدي عليا عشان اشتري معاه شويه حاجات عشان محتاجها قبل ما يسافر؟ هو خلاص قرر يشتغل في اسكندريه. مضى العقد والمفروض يستلم بعد يومين. يا رب يكون شغل كويس يرتاح فيه، بدل البهدله اللي شافها بقاله سنين مع الراجل اللي ما عندوش ضمير ده. وصلوا لبره، ولما شافت ابوها قاعد جوه العربيه: اهو بابا وصل اهو، تعالي سلمي عليه قبل ما تمشي. راحت معاه ناحيته وهو نزل وقلب بشاشه: اهلا بالمجنونه اللي وحشتني. وحشتني يا كوكو، على العموم مقبوله منك. لكمتها رانيا بخفه: بنت ما تدلعيش ابويا، انا بس اللي اقول له كوكي. حطت سمر ايديها على وسطها وقالت بكيد: مالكيش فيه، على قلبه زي العسل. صح يا كوكي؟ ربنا يشفيكوا انتوا الاتنين. تعالى اوصلك للموقف بدل ما تمشي لوحدك. شكرا يا عمو، انا رايحه المكتبه اشتري حاجات قبل ما اركب. يلا سلام بقى عشان ما اتاخرش. مشيت بسرحان بعد ما ودعت صاحبتها وابوها. كانت بتفكر في حالها واللي عايشه فيه. لقت اللي بيطبطب على كتفها، انتفضت بفزع ولفت عشان تشوف مين اللي عمل كده. اتنفست براحه لما لقت ست باين على ملامحها الطيبه، وقالت بتعب: معلش يا بنت خضيتك. ولا يهمك يا طنط، محتاجه حاجه؟ لو مش هتقل عليكي تعديني بس السكه باكياس دي، ايدي شدت عليا يا بنتي ومش قادره اشيلهم. شالت الشنطه البلاستيكيه عنها بسرعه وهي بتقول: يا خبر يا طنط، من عينيا، ووصلك كمان لحد البيت. بجد، الهي ينجحك ويسعدك. البيت مش بعيد، 3 شارع بعد المكتبه، بس كده هاخرك وممكن اهلك يقلقوا عليكي. شالت الشنطه بايد واحده ومسكتها عشان تعديها الطريق وهي بتقول:
ما تقلقش يا حبيبتي، مش هتأخر، أنا أصلا رايحة المكتبة. وهنكمل بكرة أحداث كتير شيقة وممتعة في روايتنا. انتظرونا يا أحلى عيلة.